يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. به نام پروردگار عالمیان. از ابو سعید خدری خداوند از او راضی باد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: قرآن ریسمانی الهی است که از آسمان به سوی زمین آویزان شده است. روایت احمد و ترمذی. یعنی هر کسی که به آن چنگ بزند و در حیات عمل کند به خدا برسد و از نجات یافتگان می گردد و هر کسی که آن را ترک بکند به خود ظلم و ستم کرده است. ای برادران و خواهرانی که خواهش آموزش قرآن دارید و شرایط رفته درس گرفتن را نداشته باشید، شما می توانید از پس این حافظ قرآن را تکرار بکنید و خطاگی های خود را اصلاح بکنید. مرحمت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون.
تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم به ازن الله درس ها را دوام می دهیم. منتظر درس های آینده باشید و نوا را بر یار و دوستانتان بفرستانید تا در کار خیر با ما شریک باشید. فکر و اندیشه و پیشنهادهای خود را بنویسید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.